السلام عليكم البنات والاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ والمتتبعين ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم رشا ناشرة السعاده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد لا فيديو اللي هو زوين ومختلف على الاخرين. يعني كتعرفوا كما تعرفوا المناطق الصحراويه معروفه بالسخونيه والحراره كثيره، يعني عندهم واحد المشروب محبب عندهم كثير، ديما كيدور عندهم في الدار، ما كيقدروش يستغناو عليه وديما كيشربوه لان كيحيد لهم داك العطش. هذا كيكون معاهم وديما كيدور عندهم في الدار. هذا المشروب كتسمى ديك التزريقه. هاد التزريقه هذه يعني كتبرد داك العطش وفي نفس الوقت راه زوينه وكتزيد في الوزن كيستغلوها هكا وهكا. وديما كما كتشوفوا انتم الصحراوي تبارك الله عليهم غزالات وتبارك الله لا في الصحه ديالهم لا في الجمال ديالهم لا في كل شيء. هذه المنطقه هذه وبحكم انني عشت فيها شي 10 سنين وشي حاجه جايه ل 11 سنه وانا عايشه في الصحراء، وكنت كنشوفهم ديما هذا المشروب هذا كيشربوه يعني عندهم شي حاجه مميزه عندهم في الصحراء. تابعوا معايا ومن بعد غادي نكملوا. دابا غندوزو للمكونات ان شاء الله. وهذه الوصفه كما كنقول لكم ديال منها راه زياده الوزن، منها كتحيد علينا العطش. وهذه الوصفه هذه ديما كنت كنبغي نشاركها معكم في رمضان، ولكن كنقول كل مره غنشاركها وتطلع لي عاوتاني وصفه اخرى كنوض نديرها لكم. هذه الوصفه هذه يعني زوينه، كانت كتبرد عليا العطش في رمضان وفي كل شيء. يعني بقاو تتابعوها وبقاو تشربوها ديما في الدار وتدور معاكم. منها كتزيد في الوزن، منها كتحيد عليكم العطش، ومنها حتى الماء اللي كنتو ما كتشربوش بزاف كثير. هذا المشروب هذا راه كينفعكم بزاف للصحه ديالكم والجسم ديالكم. كتبان لكم حتى على وجهكم، يعني وجهكم كيبدا يصفى وكتنقى يعني كتبان لكم حتى على الوجه ديالكم. تابعوا معايا المقادير. عندي هنايا يطرد الحليب، وعندي هنايا واحد 2 فرماجات، وعندي 2 ضانونات بيرلي. انا درت بيرلي. علاش درت لكم بيرلي؟ لحقاش باش منها كيزيد لكم في الوزن. هما راه كيديروا دانون يعني طبيعي عادي، كل واحد على حسب شنو بغى. حنا بغينا نستغلوا الوضعيه اننا نديروا بيرلي لانه عنده سعره حراريه كثيره وزوينه وكيزيد في الوزن، يعني كينفعنا. دابا غنديروا هنايا يطرد الحليب وغادي تتابعوا معايا. غندير هنا دابا يطرد الحليب. ها هو عندك حتى يطرد الحليب ممكن دير داكشي اللي عندك اللي قسم الله في الدار ممكن دير. عندي هنا الحليب غادي ندير معاه دانون. ها هما كما كتشوفوا غندير معاه دانون، غنخلطهم. جيبي لي معلقه عفافتي. صافي كنديروا بحال هكا دانون كنخمم فيه. انا بالعالي اختاريت لكم بيرلي انه يتخلط مع الحليب، منها يزيدكم في الوزن، منها زوين. هاد الزريقه كتجي زوينه، انها كتبرد العطش وكل شيء كتجي زوينه. انا اختاريت لكم هاد البيرلي حسن لانه فيه 8 غرام ديال البروتينات باش يساعدنا، وخصوصا البنات اللي تيكونوا نحيفات هكا وديما كطلبوا مني هاد ديال زياده الوزن. يعني ديما كنقلبوا على شي حاجه اللي هي صحيه ما فيها حتى شي حاجه كيماويه باش ما تضرنا ما والو. علاش كنقدروا اننا الا قالوا لنا شي برودوي شي بوماد ولا شي حاجه ولا شي سيرو كيكون غالي ولا شي حاجه تنقدروا نوضوا نشريو ومنها كنساهموا في الصحه ديالنا، كتبقى تضرنا ومن بعد داكشي غيرجع لينا على الصحه ديالنا. من الاحسن تشريو بحال هادشي هذا اللي هو صحي وطبيعي وتاكلوه احسن لكم وما الا غينفعكم، ما غيضركم لا في صحتكم لا والو، وكتزيدوا في الوزن. غندير بحال هكا. غندير عاوتاني هاد الفرماجات مع هاد كيلصقوا بحال هكذا. ونزيدو حدا اخرى. صافي نبقى نخلطو بحال هكذا
صافي ندمج مع بعضياتو داك دانون والفورماج مع الحليب. فيه انا واحد المعلقه ديال الحليب بنيدو كنديرها فيه بحال هكا. بغيتو تزيدوا 2 معالق تزيدوهم، بغيتو تزيدوا غير معلقه كبيره زيدوا غير معلقه كبيره بركه، حيت عندكم دابا الحليب فيه دانون فيه الفورماج فيه كلشي. ديروا 2 معالق ديال النيدو حليب نيدو غبره، وديروا واحد 2 معالق شوفوا على حسب عاوتاني الحلاوه شنو تتبغيو. كاين اللي كيبغي الحلاوه كثير، كاين اللي كيبغي الحلاوه غير قليله. غنزيد واحد المعلقه سميده بحال هكذا، هكذا بحال هكا، ونبقى نخلطها مزيان حتى تندمج مزيان مع بعضياتها هاد العناصر. وغادي نديرهم في هاد الكاس هذا ديال العصير، غنحطهم فيه، غنحط فيه هاد الكاس ديال العصير وغادي نحطو في الثلاجه يبرد شويه. وقبل ما نقول لكم دابا عندي هاد التزريقه هذه ممكن ديروها بحال هكا، راه زوينه نافعاكم ومنها كتحيد العطش، ومنها انكم الا كنتو ما كتكثروش من الشرب الماء ولا شي حاجه كتنفعكم انها كتحيد عليكم العطش وكتزيد لكم في الوزن زوين. راه كما قلت لكم راه هذه محبوبه عند الناس الصحراويين. انا غادي نزيد فيها هاد المكونات هادو باش تزيد تعطيني فعاليه. والناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن لا زادوا لا بحال هادو غيزيدوا في الوزن بسرعه وكيحصلوا على وزن اللي بغاو هما. عندي هنايا شويه ديال اللوز، وعندي هنايا شويه ديال الكاوكاو، هادو كلهم راه عندي مقليين، وعندي شويه ديال الزبيب، وعندي هنا شويه ديال الزنجلان. هادو غناخذ كل واحد منه شويه شويه وغادي نطحنهم وغنصوبهم وغنزيدهم هنا في هاد الزريقه هادي. ومنين نخلطهم مع بعضياتهم تعمري كاس وتبقاي تشربيه. الا درتيه يوميا غتحصلي على واحد الوزن رائع. وهذا المشروب هذا راه روعه، ما غاديش تندموا عليه الا جربتوه. راه الصحراويين تبارك الله هذا راه ما كيستغناوش عليه ومحبوب عندهم، ولكن الا زدتوا له هاد العناصر هادو راه زوين. دابا غادي ناخذ نطحنهم، غادي نطحنهم وهنا معاكم تابعوا معايا. كما كتشوفوا هاد الزريقه دابا هي وجدات صافي، خليته في الثلاجه حتى برد شويه. فيه الحليب وفيه دانون كما قلت لكم بيرلي، درت فيه الفورماج ودرت فيه الحليب ديال النيدو. ممكن ديروا 2 معالق كبار، ممكن ديروا غير معلقه كبيره حتى هي كفايه بركه. والفورماج وشويه ديال سنيده، كل واحد على حسب الحلاوه ديالو داكشي اللي بغيتي، واش كتبغي حلو بزاف ولا تقلي من الحلاوه. صافي المهم خليته برد هكا شويه. ولكن الا بغيتو تزيدوا في الوزن بسرعه يعني تحصلوا على وزن دغيا واللي هي كتكون نحيفه وكتشكي من النحافه ولا هذه، تزيد بحال هاد المكونات معاه، لان هذه كتسمى التزريقه راه كيديروها قلت لك المناطق الصحراويه. بغيتو تزيدوا لها هاد المكونات حتى هما زوينين كيفيدوكم وزوينين وصحيين وكتزيدوا في الوزن بسرعه وكتحصلوا على وزن مثالي، ويعني كل شيء طبيعي وصحي بدون ما نلتجئوا للسيروات ونلتجئوا لداكشي نبقاو نشربوا السيروات ونبقاو دايخين وناعسين وحنا كنقولوا راه كنزيدوا في الوزن وحنا راه كنضروا غير الصحه ديالنا. تبعوا بحال هاد الوصفه هذه راها زوينه وما غاديش تندموا عليها، وحاولوا تجربوها اخوتي راه زوينه صحيه. دابا هنايا راه طحنت شويه ديال اللوز وشويه ديال الكاوكاو اللي هو الفول السوداني. الفول السوداني كما راه معروف بزياده الوزن، ودرت معاه شويه ديال الزنجلان وكذلك الزبيب. هنايا ما بغيتش نطحنوا معاه، انا كنبغي نديرو غير هكا نرميه فيه. بغيتو تطحنوه حتى هو وتزيدوه انه مطحون يكون مطحون وديروه معاه، ممكن كل واحد على حسب الاختيار ديالو. دابا انا غادي نزيد هنايا معلقه بحال هكذا، غنخلطهم بحال هكا وراه زوين صحي. حاولوا تجربوه اخوتي راه زوين وصحي وما غاديش تندموا عليه وغتلقاو هذا نتيجه مضمونه. ها انتم شفتوا كله هذا غادي نديرو هنايا وغادي نخلطو قدامكم كما كتشوفوا، وصحي زوين ما غاديش تندموا عليه. راه وصفه واعره زوينه روعه وصحيه. انا الزبيب كنبغي نديرو غير بحال هذا الشكل هكا، كندير غير واحد شويه كنلوحو فيه وكنشرب هذا المشروب بحال هكا كيجي زوين. كنعطيه حتى لوليداتي، ممكن تعطيوه حتى لوليداتكم صغيورين ماشي مشكل يعني، ولبنياتكم معاكم زوين كما كتشوفوا. ها هو
حاولوا تجربوه. واللي اول مره كيشاهد القناه ديالي ضغط على زر الاشتراك باش يوصلوا كل جديد من القناه ديالي، ومرحبا بهم يا مرحبا. واللي المتتبعين ديالي ها نتوما كتشوفوا اللي هو مرغوب انه باغي يزيد في الوزن، راه الوصفه زوينه ما غاديش تندموا عليها. حاولوا تجربوها وديروها، وهادشي كلشي اننا باش تحصلوا على نتيجه زوينه. وديروا بحال هكا مشروب زوين واعر يعني صحي ما كيضرنا ما والو. علاش كنلتجئوا السيروات تيكونوا غاليين؟ ملي كنسمعوا شي سيرو راه كيزيد في الوزن وهو غالي كنقدروا اننا نسخاو نمشيو نشريوه ونخسروا الفلوس. علاش ما نخسروش غير في هاد المكونات الفلوس وهما صحيين وزوينين؟ هانتي كما كتحصلوا بحال هذا المشروب هذا زوين صحي وزوين يعني كله كامل مكمول. ونتمنى انكم ما تنساوناش في لي لايك، ولا عجبكم الفيديو وتبارطاجيو مع الاخوان اللي باغيين يزيدوا في الوزن، ولا الاحباب ديالكم اللي هي كتشكي من نحافه ولا شي حاجه، يعني وصلوا لهم هذه المعلومه هذه وبارطاجيو معاهم، وكل شيء هادشي في الصالح ديالكم. واللي عجبو الفيديو ما نساناش في لي لايك وفي التعليقات زوينين، والسلام عليكم.